اول مره في حياتكم هتشوفوا الممبار معمول بالطريقه دي. بصوا الموزه، بصوا الموزه، شايفين؟ هعمل لك بقى غدا النهارده تحفه. غدا ايه ده؟ بابي بيقول لك عندنا عزومه. عزومه ايه؟ عايز اكل العيد في العزومه. شايفين الظلم يا ناس؟ مش اي حاجه وخلاص بقى ظبطينا. حاضر يا حبيبتي، كل سنه وانتوا طيبين انت وبابي. حاضر. اديني خلصت يا ستي، اديني خلصت. اشطر كتكوت. بس كده؟ شفتي بقى يا ستي؟ في زمن قياسي. لا 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 لا، بسم الله. عشان تعرفي بقى ان احنا جامدين جدا. شرفتك يا بابي. النهارده يا ستي عاملين موزه ضاني وموزه كندوز اهو، شغل عيد اهو. ممبار، طاجن كوارع من اللي قلبك يحبه، وكمان محشي كرنب. شوفي انت بقى. بجد يا جماعه الموضوع مختلف. اول مره في حياتكم هتشوفوا الممبار معمول بالطريقه دي. والله العظيم بجد عملته بطريقه تجنن. بسم الله. بصوا الموزه، بصوا الموزه، شايفين؟ يلا بقى يا جماعه نبتدي على طول، وعايزاكي تركزي معايا لاخر الفيديو عشان في حاجات حلوه جدا وطرق لاول مره بعملها معاكم. وحتى لو ما بتحبيش الكوارع بعدها في اكلات جميله كتيره جدا، حتى لو ما بتحبيهاش وفي ناس بيحبوها لازم تعرفيها وتعمليها. يلا نحط بقى ميه على النار، وحطينا كام فص ثوم وبصلايه وملح وفلفل اسود، ودي الغلوه الاولى. ايوه انا بغلي الكوارع مرتين. الغلوه الاولى دي بتاخد قد ايه يا نهله؟ مسافه ما الميه تغلي كويس جدا جدا من 5 ل 10 دقائق. خلاص بعد كده خلاص انا هرمي الميه دي، مش عاوزاها، بس ايه ما سيبهاش اكتر من 10 دقائق عشان ما تلحقش بقى تنزل البهاريز وكده. جبت بقى يا جماعه الحله بتاعت مامتي الله يرحمها. يا جماعه الحله دي بقى لها 45 سنه، بس نينجا يعني. المهم يا ستي حطيت فيها 5-6 فصوص من الثوم وبصلايه وطماطم مبشوره وملح وفلفل اسود، ما بحطش حاجه تاني. نزلت بقى بالكوارع اللي هي التسويه الحقيقيه بقى. خلاص يا ستي بقى انا سبتها هتاخد حوالي ساعه الا ربع. عايزه اقول على حاجه هنا، نفترض يا نهله انا ما عنديش بريستو، اعمل ايه؟ حضرتك بالليل هتعملي الغلوه الاولانيه اللي احنا عملناها دي وترمي الميه، وبعدين تعملي الميه النظيفه دي وتسيبيها نص ساعة بالظبط وتقفلي عليها وتدخلي بقى تنامي نص ساعة ساعة. بعد لما تبرد بقى كده تاني يوم الصبح تروحي مكملاها، هتاخد ساعة كمان، بتبقى تحفة. بس ما تفتحيش عليها الغطا عشان تستوي معاكي بسرعة. يلا بقى ايه، انا حطيت مية على النار وحطيت فيها بصلاية وطماطم مبشورة وملح وفلفل اسود، وعلى ما تغلي اكون انا قطعت الموزة دي. يا جماعة موزة كندوز، انا بجيبها زي ما هي كده مش متقطعة، بحب اقطعها بالطول، وبعدين زي ما انتم شايفين كده نفس التقطيعة دي كده بيبقى شكلها جميل. وانا بمشي مع الانسجة زي ما انتم شايفين. والميه على ما تغلي اكون انا خرطتها، وفي نفس الوقت برضو جايبه موزتين ضاني اللي هي بعضمها دي عشان احطهم مع بعض في نفس الحله، مش هيجرى اي حاجه خالص، احطهم في نفس الحله مع بعض. بس الضاني هعمل فيه ايه؟ بخرمه واحط له توم علشان هو ده اللي هيخلي طعم الضاني جميل جدا جدا. وبصي مش عايزه اقول لك بقى بيشيل الزفاره وحلو قد ايه. الضاني ليه تعامل خاص يا جماعه، يعني اي لحمه بصل لكن الضاني توم معروفه. المهم بقى ايه، الميه غليت كويس جدا، حطيت الموزتين الضاني. حابه تحطي حله تانية لو عندك موز كندوز براحتك، بس على فكره هي كانت تحفه جدا جدا. حطيت الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده، وخلاص بقى سبتهم عشان يستووا. بعد حوالي ساعه الا ربع انا هطلع الموزه الكندوز، لكن الموزه الضاني هسيبها يبقى توتال الوقت حوالي ساعه ونص. المهم بقى يلا نعمل اجمد واحلى طريقه ممبار ما شفتيهاش قبل كده. انا جبت حوالي كبشه كده من الزيت، حطيت عليها ملح وفلفل اسود وبهارات الممبار اللي بقول لكم عليها، ولو عندك شويه شطه وشويه بابريكا برده يا ريت تحطيهم، وتشوحي بقى التوابل دي في الزيت. واول ما تتشوح كده تنزلي بقى ايه معلقتين 3 صلصه كبار، وبرده تشوحي كويس جدا جدا. بقى تكوني محضره الخضره، كزبره خضراء وشبت، انا ما بحطش بقدونس، عايزه تحطي براحتك. اخدت منهم معلقتين 2 بس، والباقي لسه هحطه مش دلوقتي. شوحت برده مع الصلصه كله يطلع ريحته. تنزلي بقى بايه؟ بكيلو الطماطم المحترم، كل ده يا جماعه لكيلو ممبار. تنزلي بكيلو الطماطم بقى ده مضروب في الخلاط او مبشور، وبعدين تسيبيهم بقى كده يتسبكوا شويه. وبعد كده دلوقتي بقيت بقى الخضره اللي انا كنت عاملاها حطيتها اهو، الشبت والكزبره الخضراء. وهتجيبي حوالي بصلتين كبار مفرومين في الكبه او مبشورين بالمبشره،
وتبتدي بقى ايه تغسلي الرز دلوقتي، ما تغسليهوش وتركنيه ابدا ابدا، لا في المحشي ولا في الممبار. تغسليه وتحطيه في ساعتها عشان يبقى مفلفل، وتبتدي بقى ايه تميكسي بقى كل ده مع بعض. لو عندك بقى ايه معلقتين 3 من الزيت تاني عشان يطلع مفلفل، تدوقيه لو ناقصه ملح، ناقصه شطه، ناقصه فلفل اسود، ناقصه بهارات. انا فعلا بعمل كده لما بدوقه كده عشان يبقى يعني حايق كده وجميل. انا بقى طبعا عامله الممبار ده ايه غسلاه ومنضفاه كويس جدا بالملح، وشطفته كويس جدا جدا وتحطيه في الكبه بتاعتك او تكحتيه بالسكينه براحتك، وبعدين تغسليه وتشطفيه كذا مره. واما بتحشي الممبار لازم تبقي مبططاه زي المسطره ومنضفاه من الرز الزياده اللي عليه، وبيبقى ده شكله. ده ممبار بلدي يا جماعه، في ممبار تاني بيبقى متنضف. في كل الاحوال بنعمل نفس الطريقه. المهم يا ستي الميه غليت على النار، طبعا دي ميه مطرح الصلصه اللي قبلها، فعادي انا ما غسلتهاش كويس، مطرح الصلصه بتبقى حاجه حلوه يعني. المهم حطيت ميه غليت وبحط معلقه ملح بس، ولا حتى فلفل ولا طماطم ولا اي حاجه، معلقه ملح بس. ليه؟ عشان الممبار فيه كل حاجه، واوريدي هو بيطلع شويه من الحاجات اللي فيه في الميه، ويعني زمان كانوا بيقعدوا يربطوه من هنا ومن هنا وكان بيفرقع منهم وحكايه. وبصوا اول ما نزل اتنفخ ازاي وطلع كل اللي جواه بره. بصوا كل الميه دي من ايه؟ اللون ده من ايه؟ مش من طماطم ولا بصل ولا اكسترا، لا هو اوريدي اللي جوه الممبار. الممبار بقى يا ستي اخد على النار حوالي نص ساعه مع التقليب المستمر، واول ما تحسي انه بدا يستوي تطلعيه على طول عشان ما يفرقعش، واوعي تركنيه جوه شوربته. انا بس حبيت اوضح النقطه دي، يتهوى بره شوربته عشان ما يفرقعش منك ويعجن. بصوا انا دوست عليها كده لقيتها ايه يعني طالما اتخرم معايا كده ومش مجلد يبقى هو كده استوى. كده عدى حوالي 40 دقيقه. وكمان لقيت اللحمه الكندوز، الموزه الكندوز استوت، لكن الضاني لسه هسيب الضاني شويه زي ما كنت قلت لكم من شويه. الموزه الكندوز دي ما اخدتش حوالي 45 دقيقه وكانت استوت، او ساعه ده بالكتير جدا. وهخلي بقى الموزه الضاني تكمل سوا. يلا بقى دلوقتي نعمل التسبيكه اللي هشوح فيها الكوارع. انا دلوقتي جبت 3-4 معالق من الزيت، حطيت عليهم معلقه كبيره من الثوم المفروم، وتشوحيها كده لغايه ما تبتدي تطلع ريحتها وتبقى جولد كده وذهبي جميله. تروحي منزله عليها بقى ايه قرن فلفل سبايسي على قرن فلفل رومي، قرن فلفل احمر، شوفي ايه الفلفل اللي انت متوفر عندك. وبعدين حطيت عليها بابريكا مدخنه وشويه من الشطه، قرن سبايسي، ملح وفلفل اسود، وتشوحي بقى الكلام الحلو ده مع بعضه. وبعدين تجيبي معلقتين كده كبار من الصلصه برضو تشوحي كويس جدا. وعلى فكره انا الكميه دي هقسمها لجزئيتين، وهنا كنت ضاربه عندي في الخلاط حوالي نص كيلو من الطماطم، وبعدين هسيبهم بقى يتسبكوا. وعلى فكره انا شايله برضو شويه فلفل على جنب، كنت عامله كميه يعني شايله على جنب. انا هنا بس بزود الشطه عشان الكوارع يا جماعه اما بتبقى سبايسي ما بتجزعش النفس، بس طبعا اكيد براحتك يعني، مش عايزاها تبقى سبايسي براحتك. وانا بضرب الطماطم في الخلاط كان فيها نسبه من الميه فسبتها لحد ما اتسبكت. وبعدين ابتديت بقى ايه ان انا اجيب الكوارع. وعلى فكره انا اخدت من الصوص ده شويه على جنب عشان بس تبقوا عارفين، قسمته نصين يعني. النص الاولاني اهو شوحت فيه الكوارع وجبت شويه من شوربه الكوارع وسبتهم عشان يتسبكوا مع بعض، بس الكوارع ما دخلتش فيه غير وهي مستويه كويس جدا. وبعدين قعدت اشوح كويس جدا بعد ما حطيت الشوربه بتاعه الكوارع فيها. وجبت بقى طاجن، تجيبي اي صينيه بايركس، اي تيفال، اي حاجه عندك، اي طاجن زي ده بيلمع او مش بيلمع، المهم يعني عشان ندخلها بقى الفرن تشكشك كده وتاخد لون. هي مستويه وزبده بس كمان سويناها يعني دخلت في الصوص اكتر على النار. وحطيت شويه الفلفل اللي انا قلت لكم على جنب كده، بعمل فلفل كتير وبحطه على مراحل. اخر مرحله بقى عشان ايه اخر مرحله عشان يبقى على الوش وفرش والوانه جميله كده. حطيته بقى كده يا ستي، ولازم يدخل الفرن وهو فيه صوص، ما ينفعش يدخل ناشف. الفرن متولع قبلها ب10 دقايق في درجه حراره اعلى درجه حراره في الرف اللي في النص. هيدخل حوالي ربع ساعه، يدخل سخن بيغلي ويدخل فيه صوص. خلاص اي حاجه خلقها ربنا هتدخليها الفرن تدخليها عايمه في الشوربه بتاعتها، لانك تعملي حسابك ان الفرن هيمتص نص السوائل دي، عشان لو دخلتيها مظبوطه هتطلع لك ناشفه، لو دخلتيها سايحه في ميتها هتطلع لك مظبوطه. خلاص الممبار بقى ايه زي ما قلت لكم ما اخدش نص ساعه على بعض. خلاص بقى ايه قدحت الزيت وحطيته قد كبشتين كده من الزيت. عايزه اقول لكم الممبار وهو مسلوق شكله محمر، بصوا شكل الخلطه من بره، مع اني ما بحمرلوش بصل، ده مش محشي. المحشي هو اللي بنسبك له البصل، انا ده بسبك له الطماطم، لكن البصل ني. بصوا يا جماعه بجد انا بصوا هو سخن كده قلت والله لا افتحه لهم،
بصوا الجنان كان سخن جدا بجد يا جماعه. انا مش مهما اقول لكم طعمه حلو قد ايه مش هتستوعبوا، تحفه. خلاص بقى طاجن العكاوي دخل الفرن، ما خدش تلت ساعه على بعض عشان الفرن كان متولع قبلها ب10 دقائق على اعلى درجه حراره في النص. بصوا دايب، هو داخل زبده اوريدي. بصوا طالع برضو ستيل فيه صوص على فكره. واحنا بالحاله دي ممكن يبقى جنبه رز ابيض، ممكن تعملي منه تطلعيه تحطيه على فته وتحطي على الرز الصوص ده كله وتكوني محمره عيش. بصي بس هو بجد يا جماعه انا معليش فيها، بس انا لازم اعملها عشان اللي حواليا بيحبوها. المهم لا مش الولاد طبعا، انتوا اكيد عارفين مين. المهم يا جماعه انا كمان كنت عامله شويه محشي كرنب كده، بقى شويه خلطه، وكان عندي كرنبايه كده مسلوقه وكنت حطاها في الفريزر يعني. طلعته وعملته كده بسرعه، واكيد كلكم شطورين وعارفين بتعملوه ازاي. يلا بقى دلوقتي نحط بقيه الصوص اللي انا كنت قلت لكم قسمته 2، جزء للكوارع وجزء للحمه. دي بقى الموزه الكندوز. اخدت بقيه الصوص اللي انا كنت عاملاه معاكم بالثوم والفلفل من شويه وقعدت اشوحه كويس جدا كده، واخدت معلقتين من الشوربه اللي انا كنت سالقه فيها اللحمه، مش شوربه الكوارع، ركزي يا حبيبتي. ورحت مشوحاها وهسيبها بقى كده ايه، بس اتبلها شويه فلفل اسود، شطه، بابريكا مدخنه، شويه الفلفل اللي انا مخرطاهم على جنب وسايباهم جنبي دول، وكل شويه مد ايدي عليهم واحطهم مره في الاول ومره في الاخر. تقعدي بقى تشوحي فيهم حلو قوي كده، وبعدين تسيبيهم بقى يتسبكوا ويشربوا كل الصوص ده ويتحمروا منه فيه ويعملوا احلى صوص جامد. بس تيجي في الاخر بقى التاتش النهلاوي المعروف، معلقه السمنه البلدي اللي على الوش اللي بنحطها على وش الطواجن وبنحطها على وش اللحوم وعلى وش الرز ابو شعريه وابيض وكله، حطيناها برده وسبناها بقى تدي الطعم كده، هتحسسك ان الموزه دسمه وطعمه ومستويه في السمنه، والموضوع كله معلقه سمنه في الاخر. بس يا ستي دي بقى الموزه الضاني، انا ما عملتش فيها اي حاجه خالص، انا سلقتها بعد ما كنت محشياها توم وكنت حاطه بصله في الميه، مفيش اي حاجه خالص. انا دلوقتي حمرتها. فيا جماعه كنت حاطه معلقتين زيت وحطيت عليها معلقه سمنه كمان وملح وفلفل اسود وخلاص. بصوا العضمايه من كتر ما انا ما سويتها كانت هتطلع منها، فربنا ستر يعني، عشان طبعا انتوا عارفين ان عندي ناس فكنتش عايزه اللحمه تتبهدل. حبيت بس اوريكم الحته دي ان انا سبت اللحمه لغايه ما شربت من الشوربه. الحكمه من كده ايه؟ انك تحس انك مسوياها في الصلصه وهي لا مستويه عادي في الشوربه عادي، بس شويه الشوربه مع الصلصه في الاخر وتسيبيهم يتسبكوا مع بعض كانك انت اوريدي مسوياها في الصلصه. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.